من الحاجات الظريفه في العربيه ان في ستاره هنا موجوده بيلت ان كده في الباب، برضو العزل الحراره عن اللي قاعد في المقصوره الخلفيه. برضو زي ما انا قلت لكم في الاول ان طول قاعده العجلات هيديني ايحاء في ان انا هلاقي مقصوره واسعه، وقد كان فعلا المقصوره في العربيه الخلفيه واسعه. الكنبه الخلفيه مريحه جدا، تقدر تشيل 3 افراد مستريحين. بلس كمان ان هنا نفق الفتيس مش عالي قوي، فمش هيضايق في القعده. الجزء اللي انا بقى دايما بحبه، عشان انا يمكن طويل شويه برضه، طولي 180 ومرجع الكرسي القداماني طول حلو، يعني ترجيعه حلوه قوي. فحبيت اشوف بقى ورا شكله ايه، لقيت ان المساحه اللي ما بين الركب والكرسي الامامي بصراحه زي ما انتم شايفين كده، في مساحه دي وانا مرجع الكرسي القداماني كتير. فدي من الحاجات اللي عجباني جدا. لو جينا بقى بصينا على الليج روم في مساحه للليج روم، بس مش هقول لك انها واسعه قوي كبيره قوي، لكن مريحه مرضيه. ارتفاع السقف هنا برضو شويه، تصميم العربيه واخد شكل رياضي، فممكن يكون في هنا نازله شويه كده في السقف، بس ما تضايقش قوي. يعني برضو لو بصينا هنا هنلاقي في الجزء ده كده في مساحه كبيره، بس لو قربت شويه كده هتلاقي المساحه ضاقت. يعني بص هنا قالت ازاي. يعني دي انا بس حبيت اديك وصف شويه كده عن القعده في العربيه الفورد فيوجن من جوه. من حاجات تانية بقى اللي هنلاقيها هنا، في هنا ارم ريست، وفي 2 كاب هولدرز. كمان هنا في فتحات تكييف خلفيه، وفي مخرج 12 فولت. وفي هنا بس طبعا مش هقدر اشيل لكم فيها اهي مساحات برضو هنا، جيوب كده في الكراسي الاماميه، زي تستخدم كمساحات تخزين. ولو بصينا هنا برضو هنلاقي فيه مساحات تخزين في الباب الخلفي معقوله، مش زي مساحات التخزين اللي في الباب الامامي، بس هنا برضو معقوله، مش واسعه قوي.